أنا عم طالع جواز سفر، خرجت من سوريا هربان عام 2013. اليوم بتفاجأ بقرار من إدارة الهجرة والجوازات إنه مدة الجواز لأمثالي من هم خارج القطر وكان قد غادر القطر بشكل غير نظامي بين قوسين هربان بريشه من براميل النظام 2.5 سنين. هالخبر ما كتير زعجني، يبدو إنه الحق علي. صحيح النظام كان مجرم وقاتل وفاسد، بس يا أخي اسمه نظام وفي قوانين كان لازم احترمها. والشباب بإدارة الهجرة ما هان عليهم إنه نتصرف هيك بدون احترام لقانون النظام البائد. فكرت فيه منيح واكتشفت إنه إدارة الهجرة والجوازات معهم حق. يعني شو بكون خسران لو مريت على الشباب بفروع الأمن العسكري، الجوي، أمن الدولة، السياسي وغيرهم، وشربت عندهم فنجان قهوة واستسمحتهم وغادرت البلد بشكل نظامي. ولا سيما إنه الأمن العسكري هو يلي بعت علي مخصوص وحتى يضمن روحتي عندهم بعت كتاب إلى المؤسسة اللي كنت اشتغل فيها إنه هذا المهندس لا تصرفوا له راتب لحتى يراجعنا. أنا بصراحة طنشت، بس مو خوف لا سمح الله، ولكن خجلا منهم. يعني الجماعة مشغولين والوقت مو وقت زيارة ومجاملات. ويعني بصراحة لو الشغلة بتمشي بكاسة شاي أو فنجان قهوة كان رحت، بس كنت خايف إنه رئيس الفرع يمسكني على الغداء أو العشاء، وخصوصي طريقي كان طويل حوالي 300 كيلومتر، وراح يكون الوضع محرج أكثر لو حلف يمين إنه أنام عندهم هالليلة أحسن ما سافر بالليل، ويمكن ما طفض بليلة ولا 2 ولا 4 يخلوني عندهم لفترة. بس بالأخير راح يسمحوا لي بالسفر وأطلع من عندهم معزز مكرم ومحمول على الأكتاف. أكيد بتعرفوا شو يعني محمول على الأكتاف. بهيك طريقة ممكن السيد مدير الهجرة والجوازات يعطيني 6 سنين حتى لو كنت من الفلول كما وصفني. كل ما مضى ترى ما زعجني كتير، بس يلي رح يزعجني لدرجة القهر إنه يكون من كتب هذا القرار ومن شرحه وبرره على شاشة التلفزيون يكونوا هني أذكى 2 في الإدارة. بهالحالة الله يعين البلد وسلامة رأسك يا وطن.